السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية، استمرارا لتقديم الأداء والنتائج المميزة. الأهلي يطير إلى كأس العالم في المركز الأول برصيد 37 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني فيوتشر. النادي الأهلي صاحب أقوى هجوم برصيد 26 هدف وأقوى خط دفاع لم يستقبل سوى 5 أهداف فقط. بعد فوز النادي الأهلي على البنك الأهلي، الأهلي يضمن التأهل رسميا لدوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم في حال عدم انتهاء الدوري قبل الموعد المحدد لإرسال أسماء الفرق المشاركة للكاف واعتماد نتائج الدور الأول مثلما حدث في الموسم الماضي. غزل المحلة يفوز على الزمالك 2-1 ويعمق جراح الأبيض وينهي مسيرة البروف مع الفريق. بعد الهزيمة من المحلة، الزمالك يعلن رسميا إقالة جيسواردو فيريرا من الإدارة الفنية للفريق، والمدير الفني يتصل بالمحامي الخاص به للتواجد في القاهرة من أجل الحصول على الشرط الجزائي كما ينص بند التعاقد مع الزمالك في حال الإقالة. يحصل المدرب على نصف مليون دولار ما يعادل 15 مليون جنيه مصري. الزمالك يعلن رسميا تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للزمالك خلفا لفيريرا وحسين ياسر مدرب مساعد. بعد رفض استقالته ورحيل فيريرا، الزمالك يعلن استمرار أمير مرتضى كمشرف على فريق كرة القدم بالإضافة إلى مسؤولياته السابقة عن قطاع الكرة في النادي. استكمالا للفساد الكروي في مصر، رسميا كلاتنبرج يرحل عن منصب رئيس لجنة الحكام. كلاتنبرج تقدم باستقالته وقرر الرحيل بسبب التطاول والتجاوز في شخصه واتهامه بالشذوذ الجنسي على قناة الزمالك من رئيس النادي، وعندما قام بالشكوى لاتحاد الكرة لم يدافعوا عنه. أول مدير أجنبي لحكام مصر وودع منصبه وترك رسالة، جاءوا برجل اسمه توفيق السيد مهمته مجاملة الزمالك. البرازيلي جوستافو سوزا يقترب من الأهلي أكثر من أي وقت مضى قبل غلق باب الانتقالات. رسميا رحيل طارق العشري عن تدريب سموحة وأحمد سامي عن تدريب سيراميكا كليوباترا بعد 10 أيام فقط من تجديد تعاقده. شركة اتصالات تدرس تقديم طلب للأهلي أن يكون كهربا بطل إعلانها الجديد لدعم اللاعب في أزمته والمساهمة في دفع الغرامة المالية بعد عودته للمشاركة. مارسيل كولر سعيد بالفوز على البنك الأهلي خاصة بعد مباراة القمة، فمثل هذه المباريات هي التي تحدد بطل الدوري. وعن كأس العالم للأندية، لا أعلم إن كان أحد قبلي وعد بشيء قبل كأس العالم أم لا، ولكن من الصعب أن أعد بشيء. ما سنفعله هو أننا سنحارب على كل مباراة. وكهربا معي منذ بداية الموسم، وأنا أرى أداءه وأعرف إمكانياته جيدا، لهذا اعتمدت عليه في مركز رأس الحربة وقام بتقديم أداء كبير أكثر مما كنت أنتظر منه. اتجاه في النادي الأهلي لتقديم شكوى رسمية لمنظمة المنشطات المصرية والدولية استنادا إلى تصريحات رئيس الزمالك الذي أكد فيها تعاطي بعض لاعبين فريقه للمنشطات وأشياء أخرى. وقرر الأهلي ترجمة ألفاظ وسباب رئيس الزمالك لكهربا وتقديم شكوى للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية مرفق بها اسطوانة مدمجة بالتصريحات المسيئة. الكابتن بدر رجب يقترب من منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بدلا من بروكيتش. الوحدة الإماراتي يقرر إنهاء إعارة أحمد رفعت وإعادته لفيوتشر من أجل قيد المحترف البرازيلي ماسيو بيريرا الذي انضم لصفوفه قادما من الهلال السعودي. فرج عامر رئيس سموحة يقرر تعيين مؤمن زكريا ضمن أعضاء الجهاز الفني الجديد. الزمالك يفاوض نادي اتحاد الصيف الجزائري لضم اللاعب أحمد القندوسي خلال فترة الانتقالات الجارية. أحد الصحفيين لكولر خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي: إدارة الزمالك أعلنت إقالة فيريرا منذ قليل، تحب تعلق على الخبر ده؟
وجاء رد مارسيل كولر: لم أكن أعلم بالخبر سوى الآن، حزين من أجله طبعا وبالتأكيد، ولكن لأكون واضحا، عندما رأيته يشير بالرقم 1 لمجرد تساويه معنا بالنقاط، علمت أن أيامه في ناديه معدودة وأنه سيسقط لا محالة. عندما تصبح عقلية المدرب بهذا الشكل، تصبح المنافسة أسهل بكثير، لأن تركيزه يكون خارج الملعب، وهو ما رأيناه جيدا ليلة الديربي. بعد فشل الانضمام للإسماعيلي، سامسون إيكينولا يقترب من الانتقال إلى طلائع الجيش في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. بعد رحيله، أحمد فتوح يضع صورة فيريرا كصورة شخصية على حسابه على إنستجرام. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.